يا صباح الفل على عيون احلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده وانا ماشيه في الوكاله اكتشف لكم المنبع ده. هزروا فزروا، النهارده معايا سعر حلو جدا. منبع كبير مليان بلوزات ودريسات. عامله كام؟ عامله 55 جنيه، وكانت رائعه زي ما انتوا شايفين كده. مش كلام وبس، هتشوفوا معايا النهارده بلوزات كتير في المنبع ده. مثلا البلوزه دي عجبتني جدا جدا، عجبني الالوان اللي فيها وكمان ليها جيوب، وشيك قوي شيك قوي شيك بزياده كمان. ماتيريال عالي زي كريشه كده شويه، وحاجه قمر زي ما شفتوا كده معايا. انا بقول لكم هفرجكم النهارده على منبع، المنبع كله هوريهولكم. مش هبخل عليكم في اي حاجه، وانتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك الجميل اللي انتوا بتعملوه والتعليق القمر اللي زيكم. ربنا يبارك لكم يا رب، ويقعدوا في ميزان حسناتكم ان شاء الله على الكلام الحلو اللي انا بسمعه كل مره في التعليقات، واللي بيخليني ازيد حماس اكتر واكتر. وان شاء الله يعني معاكو وليكو. دايما هفضل متشجعه بيكو كده على طول، انزل واتحمس اكتر اكتشف لكم اماكن احلى وكل حاجه. تعالوا بقى يا بنات نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، وكمان نصلي على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. المنبع ده بقى فين يا شيرين؟ قولي لنا. بالمناسبة أنا لازم أقول في قناتي دي كمان إن القنوات اسمها اتغير، بقت جولات شيرين كمال، ومتهيألي ده أسهل بكتير من الأسامي التانية. الأسامي التانية كانت مرتبطة بمحتويات، كانت مش محتوى وكالة. يعني انتوا لو قلبتوا في القنوات كده وجبتوا أولها خالص هتقعدوا تضحكوا. تمام. فالمحتوى ما كانش كده، ففضل المحتوى يتغير لغايه ما وصلت لكده. تمام. فعشان كده غيرت الاسم، خليته جولات شيرين كمال، وده انسب حاجه مع قنواتي. مفيش غير قناه الطبخ والوصفات، خليتها وصفات شيرين كمال. تمام. المهم كلهم شيرين كمال، عشان ايه اللي عايز يبحث حتى لو هتكتبوا شيرين كمال هتطلع ان شاء الله. تمام. فالدنيا كده اسهل بكتير. تعالوا بقى اقول لكم المكان ده فين، او المنبع القمر ده فين. المنبع الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، ده محل بوابة الوكالة اللي انا جبت عليه الكاميرا. ده المحل اللي هو بوابة الوكالة، اللي هو تاني شارع بعد شركة الكهرباء. تاني شارع بعد شركة الكهرباء. تمام. يعتبر الشاب ده اسمه حسين. واقف فين حسين ده؟ واقف جنب الغول قدام محل بوابة الوكالة، لكن محل ابو ادم الغول ده جنب محل بوابة الوكالة، لكن ده قدامه بالظبط، قدام شارع ابو غالية هتلاقوا حسين ده واقف. تمام. كمان هسيب لكم رقمه في التعليق المثبت او في الوصف، وبسيب لك لينكات قنواتي التانية لو انت اول مرة بتشوفي قناتي. اهلا بيكي في قناتي، نورتيني. زي ما انت شايفة كده بجيب لك الحلو كله. كل القمر ده ب55 جنيه بس، حاجات تستاهل ان انتوا تجازفوا وتكملوا الفيديو للاخر. انا شاورت اهو على الشارع وجبت محل ابو غالية علشان تتأكدوا ان هو في قدام شارع ابو غالية، قدامه بالظبط. اسمه حسين. يعني وانتوا داخلين شارع ابو غالية كده هتلاقوه هو على شمالكم في الشارع بره. فاهميني؟ فالدنيا سهلة جدا جدا. هتروحوا ان شاء الله وهتجيبوا الحلو كله من هناك. بصوا بقى القمر والحلويات اللي قدامكم دي. بصوا 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 الشياكة والحلاوة والماتيريال وكل حاجة. كل حاجة فيها حلوة قوي. البلوزة دي بصوا الماتيريال تقريبا كمان كانت ماركة. بصوا شيميزات كمان من اروع الماركات، ماركة مانجو. فلا المكان حلو. هو قال لي ان هو الشغل ده بعد ما بيكون في محلات اللي هي بتبقى حاطه 100 و120، اخر الاسبوع بيشيلوا الشغل كله يدوها للشباب دول بقى يقفوا بيها كده. تمام. في الشارع وتحت الكوبري والحتت دي، والمحلات بتبتدي تنزل الجديد. تمام. بديكوا اهو كل المعلومات عشان تبقوا عارفين ده سعره ليه نازل كده. ده من نفس الشغل ابو 100 و120 على فكرة. ايه الاختلاف يا شيرين؟ الاختلاف ان هو الشغل ده بيبقى قاعد عندهم 10 ايام اسبوع. بيروحوا بقى المحلات دي لما كل الشغل وعدى القطع، ويدوها لشاب كده يقف بيهم في في الشارع نفسه. ما بيبقاش ليه محل يعني ولا حاجة، بيبقى في الشارع نفسه كده، او تحت الكوبري او اي مكان بيقف فيه بس مش محل.
بصوا بقى دي كمان عجبتني قوي قوي قوي، وكمان المقاسات اكتر حاجة شدتني في المنبع ده. تمام. نقول كمان المكان فين؟ المكان قريب جدا لمحطة مترو جمال عبد الناصر، قريب جدا. انا نزلت محطة مترو جمال عبد الناصر واتمشيت، فضلت اتمشى لغاية ما وصلت شركة الكهرباء. لغاية ما وصلت فين؟ شركة الكهرباء. بعد شركة الكهرباء هنسيب أول شارع، هو تاني شارع حسين، ده تاني شارع. تمام. المرة الجاية هصور مع الشخص نفسه وهخليه يعمل لكم لايك علشان لما تروحوا تعرفوه حتى شكلا. تمام. برضو لما الشخص نفسه بيبقى ظاهر في الفيديو زي أبو جبل كده اللي عند أبو آدم الغول، برضو بتفرق كتير جدا جدا. تمام. بصوا بقى دي بقى مجموعة الدريسات وجلاليب الاستقبال اللي عنده كانت ولا اروع من كده. ايه السعر الهبل ده؟ يعني ده سعر هبل على 55 جنيه، ده كده هبل. فمحدش بس يزعل مني ويقول ان انت بتقولي كده وهو كده بيضطروا بيعلوا الاسعار علينا. لا، انا بقول لكم والله كده عشان تتحمسوا وتروحوا وتتاكدوا يعني ان في اماكن فيها اسعار جميله جدا. شفتوا الكاردي الاصفر ده كان شيك قد ايه؟ يعني كل مكان بكتشفه لكم انتوا تستاهلوه. فاهميني ليه؟ لان انتوا اللي اديتوني الثقه دي ان انا انزل والف وادور لغايه ما اجيب لكم كل اسبوع تلاقوني بكتشف لكم حاجه جديده. يعني ابو ادم ده جديد عليا خالص، بقاله شهر بس. كان كل تصويري عند خالد وتامر، عند علاء خيري، عند شارع مستشفى الجلاء. كل يوم بكتشف جديد، كل يوم بكتشف جديد. تمام. وهنفضل نكتشف كده لغاية إلى أبد الأبدين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأني ناس بتتغير، ناس بتبيع المحل، ناس غيرها بتيجي. فاهميني؟ الحواري اللي جنب الوكالة دي كلها أو حواري الوكالة نفسها كل يوم في تغير، كل يوم محلات جديدة بتفتح، محلات بتقفل ومحلات بتفتح. فاهمين قصدي؟ فيعني كل يوم جديد ان شاء الله. مثلا شفتوا الدريس الاحمر ده كان قد ايه شيك جدا وماتيريال عالي قوي 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 كمان. فعايزاكم تجروا جري. يعني مثلا كل ما حسين برضو هينزل شغل جديد هصور لكم عنده علشان تعرفوه. الناس اللي هي مش مقدرتها تجيب حاجات ب100 وب120 تروح عند حسين ده، اسعاره حلوة جدا وسعر موحد 55 جنيه. فهماني؟ علشان ما تقوليش انت بتصوري عند حد ب100 جنيه. حتى ابو ادم الغول نفسه بينزل في الاسعار في نص الاسبوع. تمام. النهارده عملت جولة عنده، كان منزل شغل جديد خطير. كلمة خطير دي يعني قليلة. هينزل الفيديو بعد ده ان شاء الله على قناتي التانية جولات شيرين 2. تمام. هينزل الفيديو على طول باذن الله، هوريكم الجديد كله عند ابو ادم الغول. بصوا يا بنات، بصوا الشياكه بتاعت الدريس، حلو جدا، قمر كده والله. تمام. اهو ده محل بوابه الوكاله اللي انا شاورت عليه برضو تاني علشان تعرفوا. بصوا الحلاوه، بصوا بلوزه نازله على واسع، شيك شياكه. بصوا جمال. ايه ده؟ ايه ده الشياكه دي؟ حاجه بقول لكم حاجه كده يعني ما تضحكيش وما تتوصفش. فعشان كده بنصحكم جدا جدا تجروا على المكان ده، تجروا كده تاخدوها جري على المكان ده، تلحقوا الشغل ده قبل ما يتلهط. لان الشغل لما بيكون حلو سعر حلو مش بيقعد الصراحه. هو قال لي ان الشغل لسه جاي لي النهارده يا استاذه. قلت له لا، ده انت كده بص جيت على سكتي بقى، ده انا هصور. كنت رايحه الصبح بدري، حتى لو تلاحظوا الشمس لسه صفرة كده وحلوه، ما ابتدتش تحمر يعني. فبصوا كنت رايحه الصبح، انا كنت الساعه 9 هناك. يلا بقى اعملوا لايك للفيديو ده وشيروه لاصحابكم عشان الكل يستفيد. شايفين الجيب اهو والبنطلونات كلها وراها، كل ده ب55 جنيه. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.